لو عايز جهاز 196 جرام، كاميرا 108 ميجا بكسل، وكاميرا تانية للعزل، وكاميرا مايكرو، وكاميرا اماميه 20 ميجا بكسل، وشاشه 6.7 فول اتش دي، وكمان 120 هرتز، فانت كده بالنسبه لك ده افضل جهاز في الفئه المتوسطه، الريدمي نوت 14. بص، انا اولا مراجعه، انتوا عارفين انا دايما براجع اكسسوار، بس مراجعه الموبايلات بدات اتوجه ليها شويه، لاني بقيت شايف حاجات كده ايه، يعني طلب الناس كتير كلها بتطلب يا عمرو حاول اعمل حاجه عن الموبايلات. فانا هبدا اشتغل معاكم كده في شويه موبايلات، بس انا هختار الموبايلات اللي فعلا شايف ان هي تستحق الاسعار او الارقام اللي هتدفع فيها. اهلا بكم فيديو جديد، معاكم عمرو عماد، والنهارده هنشرح الريدمي نوت 14 الجديد. الجهاز ده بيجي منه الفيرجن ال 4 جي وال 5 جي 6 128 و4 128، بس انا هقول لك على المزايا والعيوب وتشتريه ولا لا. بالنسبه للفئه المتوسطه فده يعتبر من افضل الاجهزه للفئه المتوسطه. ليه بقى؟ اول حاجه الديزاين بتاعه والتصميم، هو كله بلاستيك، الجهاز كله بلاستيك. انا بحب اصلا وقفه الموبايلات دي، الموبايلات اللي بتقف كده دي بتعجبني جدا. تمام. بيجي بمداخل، هنا في مايك، فتحه 3.5 للمايك، وهنا ستيريو، سماعات ستيريو، وهنا بيجي مدخل الشحن التايب سي، بيجي في العلبه معاها الشاحن 33 واط والدبوس الشحن، وبيجي معاه الكابل. فمحترمين ان هم بيحطوا البلاجايه، ما بتشتريهاش زي بقيه الموبايلات زي سامسونج او غيره. تصميم الشاشه حجمها كبير، 6.7 او 6 علامه 6.7، او هي بتقال عليها 6.7 امولود فول اتش دي، بتوصل لحد 120 هرتز. طبعا بتشغلها 60 او 120 هرتز، حتى هيبان في سرعه الاستجابه اهو بتاعه الموبايل. برضو هنجرب ده وعشان تبقى الصوره قدامك واضحه. بيجي بظهر مصنفر من البلاستيك، والفريم ده يقال ان هو معدني، بس انا حاسس ان هو بلاستيك برضو مقوى، هو مش معدن. زي ما قلنا الوزن بتاعه 196 جرام، فده حجم بتاعه خفيف، مش هيتعبك في استخدام بتاعه. بص مسكته في الايد عامله ازاي، يعني مسكته لذيذه، ماسكه لذيذه كده. بيجي مقاوم للميه اي بي 54، يعني مقاوم للميه ورذاذ الميه. اما بالنسبه لسرعه الالوان فبتيجي 1200 نت، فمشبعه بالالوان والاضاءه بتاعتها واضحه كفايه، ده لطيف جدا. زي ما قلنا الشاشه بتاعته امولود فول اتش دي 120 هرتز، فده بيخليه سريع. بيجي بخاصيه الالاو اون ديسبلاي، فده لطيف جدا بالنسبه للموبايل في الفئه دي. بيجي ببصمه دمج في الشاشه سريعه الى حد ما مقبوله. دمج في الشاشه بمعنى ان هي بتبقى موجوده هنا، يعني مجرد ما بتدوس بيفتح التليفون على طول، فده بالنسبه لي لطيف جدا. بيجي ببطاريه 5500 ملي امبير، يعني يقعد معاك تقريبا في الاستخدام العادي اللي من غير جيمز، يقعد معاك حوالي يوم او يوم ونص. لو انت استخدامك خفيف، مجرد بس براوزر بترد على المكالمات، سوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، حاجات في الخفيف كده من غير جيمز، يقعد معاك حوالي يوم او يوم ونص. فكره اصلا هم عاملين 5500 ملي امبير في حجم زي ده بالنسبه لي قوي جدا. مخلي الموبايل يعني ايه، حجمه صغير، وزنه خفيف، بطاريه بتاعته كبيره، ده حلو جدا. بتشحنه شحنه كامله من 0 لحد 100% في 75 دقيقه. بيجي ستيريو سبيكر وادوبي اتموس. مخرج ال 3.5، مش عارف هم ليه عاملين مخرج 3.5 للاوديو، رغم ان خلاص بقى موضوع مخرج ال 3.5 ده بدا يتلغي، الناس كلها متجهه للتايب سي، بيبقى شحن وبيبقى اوديو، بس هم لسه برضو ماسكين في حته 3.5، فتحه 3.5 اهي ان انت تستخدم من خلالها السماعه. الكاميرا بتاعته بقى شويه فيها تفاصيل كتير، هي بتيجي فول اتش دي الكاميرا بتاعته، وبيصور دول فيديو، يعني انت ممكن تصور بالكاميرا الاماميه والخلفيه زي ما انت شايف الفيديو كده، من الاثنين مع بعض مفيش اي مشكله، وتقدر تحرك الشاشه من غير ما تدوس بوز او انك توقف الفيديو وتبدا فيديو جديد. والحلو كمان ان الموبايل في السعر، الفئه السعريه اللي هي دلوقتي، زمان كانت بالنسبه لنا بتجيب حاجه، يعني تجيب اعلى موبايل في السوق اللي هي 7000 او 8000 جنيه، في السعر ده خاصيه الاي اي فوتو، يعني انت تقدر تعدل على الصور بتاعتك بالذكاء الاصطناعي، تمسح او تضيف حاجات من خلال الاي اي. نظام البروسيسور بتاعه سهل، الاستخدام بتاع الموبايل ما ضايقنيش في الاستخدام خالص. بيجي بروسيسور هيلو جي 99 الترا، وده الموجود من شاومي، هو لطيف الى حد ما، بس هو فيه مزايا كتير قوي، يعني تحس ان هو مليان مزايا بس مش مستفيد منها، انا كيوزر مش مستفيد من المزايا الكتير دي. وبيجي بذاكره يو اف اس 2.2، فده بيخلي الميموري بتاعته ما تقلش الجهاز وانت بتستخدمه. الموبايل معايا انا في الاستخدام شايفه لطيف، لكن هو تقيل شويه، ممكن نقول ان هو تقيل شويه في الاستخدام. اما بالنسبه للفتحات اللي فوق اللي موجوده فوق دي، ففي مايك، ده المايك ده للعزل المكالمات لو انت بتتكلم، وفي طبعا الكول ريكوردنج، لكن وانت بتريكورد هيدي نوتيفيكيشن لاتجاه الطرف الثاني، يقول له ان انت بتريكورد المكالمه، ودي حاجه مش موجوده في سامسونج. يعني سامسونج تقدر ان انت تريكورد المكالمه وتسجلها من غير ما اللي قدامك يعرف انت بتسجل، لكن ده يعني حاجه شريره شويه، ان انت لو استخدمت الريكورد او الريكوردنج، ان هو بيبعت له يقول له ان انت فيديو نوتيفيكيشن انت بدات تسجل المكالمه. يدعم الواي فاي كولينج، وانا شايف ان دي ميزه قويه، لان الموبايلات السامسونج، عندك السامسونج من اول الاس ال 21 او ال 22 الترا بيبدا يدعم المكالمات فيما تحت، لكن مش الموبايلات الفئه المتوسطه بتدعم المكالمات الواي فاي كولينج، وطبعا دي حلت ازمه كبيره، الناس اللي ما عندهاش شبكه في البيت حلت لها ازمه كبيره جدا. وطبعا زي ما احنا عارفين من عيله ريدمي ان هو بيجي بمستشعر الاي ار اللي بيخليك تتحكم في التكييف،
وتضايق الناس وتلعب وتستخدموا ريموت تلفزيون وتقفل التلفزيون وتفتحه وتقلب القناه. انا شايف ان هي دي حاجه ممتعه لذيذه، يعني ممكن تلعب بيها مش مجرد بس تستخدمها بدل ريموت التكييف او ريموت التلفزيون. اما بالنسبه للكاميرات فبيجي بثلاث كاميرات 108 ميجا بكسل، وواحده تانية بتيجي للعزل، وكاميرا تانية مايكرو. وهوريك جوده الصوره، جوده الصوره غير مرضيه، لكن بالنسبه للفئه بتاعته المتوسطه في الشمس فئه الى حد ما لطيفه. من افضل تجارب الصوره اللي جربتها واتبسطت بيها هي الوضع الليلي، سواء في الكاميرا الاماميه او الكاميرا الخلفيه، كان بالنسبه لي مقبوله جدا. بيجي بكاميرا اماميه 20 ميجا بكسل، وهتشوف جوده الالوان والصور زي ما انت شايف كده. دي الكاميرا الاماميه بالنهار، والكاميرا الخلفيه بالنهار برضو. ده شرح سريع ومختصر. طب هتقول لي ايه العيوب؟ بقول لك العيوب حاجات بسيطه قوي. انا يعني ايه النظام التشغيل بتاعه انا مش شايف ان هو تقيل زياده عن اللزوم. يعني النظام القديم كان احسن من الهيولوجي 99 الترا، ده كان احسن وكان اخف وكان فيه فيتشرز برضو اعلى وكتير، بس مش زحمه زي الزحمه اللي موجوده هنا. العيب التاني ما فيهوش NFC، واعتقد دلوقتي مع موضوع خاصيه الدفع بقى بالNFC والكلام ده كله بقى موضوع مهم ان انت يبقى عندك NFC في الموبايل بتاعك. اما بالنسبه لمستشعر المكالمات، لما بتيجي تتكلم كده وتحط الموبايل على ودنك، مستشعر الكلمات بتاع سوفت وير مش سنسور. يعني المفروض سنسور اما بحط ودني كده بيقفل، لا هو لو انا بعمل مكالمه دلوقتي، بس هو عشان ما فيهوش شريحه، انا مجربه من غير شريحه. لما انت بتيجي تجربه كده تمام، المفروض ان هو بيفصل، بيبقى فيه لاج بسيط كده، فما يحسكش بجوده الايه الاستخدام بتاعه. بالنسبه للجيمز، وطبعا دي حاجه مهمه جدا، 120 هرتز هيديك اداء حلو جدا، لكن مش الاداء المنتظر منها. يعني يبقى فيه لاج بسيط جزء من الثانيه او الثانيتين وانت بتلعب مثلا لعبه زي بابجي او الكلام ده، لكن البطاريه هتساعدك. يعني هو في مزايا وفي شويه حاجات شايله حاجات. بطاريه كبيره هتساعدك في الاستخدام وهتخليك مبسوط جدا وانت بتستخدم الموبايل، لكن في الجيمز مثلا هتلاقي فيه لاج بسيط، لان مش تحس ان الفريمات مش متشبعه فريمات. هي 120 هرتز لكن مش على 60 فريم. 120 هرتز على 60 فريم مش ده الكواليتي بتاع 60 فريم ولا الكواليتي بتاع ال 120 هرتز، لكن مقبول الى حد ما. ده شرح سريع ومختصر للريدمي نوت 14. يا رب اكون قدرت افيدكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تشوف فيديوهات الشرح. باي باي.